السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وفيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. هنتكلم في كل ما يخص أخبار نادي الزمالك، منها طبعا مصير سامسون، مصير بوبنزا. هنتكلم عن المهاجم بديل بوبنزا. هنتكلم كمان عن الصفقات المتوقعة والجناح الأقرب لنادي الزمالك في الوقت الحالي. ولكن قبل ما أحكي لك الحكاية بالتفصيل، ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان حط لايك للفيديو دوت واشترك في القناة لو أنت مش مشترك عشان يصلك كل فيديوهاتنا. طبعا أول حاجة معانا مصير سامسون. الزمالك حتى الآن بيحاول إن هو يتخلص من سامسون، ولكن أنت عامل زي اللي اشترى حاجة بايظة ومش عارف يتصرف فيها. الزمالك دفع مبلغ كبير جدا إن هو يضم سامسون مقابل مليون دولار، ودفع له راتب يصل إلى 600 و650 وأرقام كبيرة جدا. فسامسون حتى الآن رافض رحيله بشكل ودي. الزمالك بيحاول يفسخ عقده بالتراضي، الزمالك مش عاوز يفسخ العقد من طرف واحد عشان اللاعب ما يروحش يشتكي الزمالك في الفيفا. فالزمالك حاول أكتر من مرة وبيحاول يعمل جلسات مع وكيل سامسونج في الساعات القادمة كمان، عشان إن هو يحاول يعني ينهي قصة سامسونج بالتراضي. اللاعب يا جماعة كل ما يجيله عرض اللاعب رافض يرحل. ليه اللاعب رافض يرحل والزمالك كمان عاوز يبيعه بمجانا؟ يعني الزمالك بيقول للاعب روح مجانا لأي عرض هيجيلك. كان عنده عرض من غزل المحلة، ولكن اللاعب رافض التنازل عن الراتب بتاعه اللي بياخده في نادي الزمالك. فطبعا الارقام اللي هتجيله من غزل المحله والارقام اللي هتجيله من اي نادي هو مش هياخدها تاني، لان هو كان بياخد قبل كده 120 الف دولار. في واحد راح جابه واداله 800 و650 و700 الف دولار. فاللاعب قاعد مبرطع مفخد في النادي مش عاوز يتحرك، ومين ما يلاقيش برطعه ويلاقي فلوس زي كده ويسيبها ويمشي. تمام. فالزمالك بيحاول يتخلص من سامسون. حتى الان سامسون رافض كل الحلول الوديه. الزمالك عرض عليه ان هو ياخد 50% من كمان الموسم الجديد، بالإضافة إلى بعض المستحقات المتأخرة ليه عشان يفسخ عقده بالتراضي. مش راضي. فاللاعب حتى الآن بيقول لنادي الزمالك ادوني كامل عقدي علشان أمشي. وده طبعا بالنسبة لقصة سامسون، فأنا برضو معرفش اللي راح جاب سامسون ده يعني كان عاقل ولا. بص يعني حاجة غريبة جدا إن أنت، أو حاجة مستفزة جدا إن أنت بتحاول تتخلص من لاعب زي سامسون، لاعب عالة على الفرقة ما قدمش أي حاجة للفريق، ولكن أنت في الوقت الحالي برضو لا يعني مرتب اللاعب كبير جدا، يمكن اكبر كمان من الراتب اللي بياخده زيزو، اكبر كمان من الراتب اللي هياخده بوينز لما يجي نادي الزمالك. فسامسون الزمالك ان شاء الله خلال الساعات اللي جايه يوصل لاتفاق معاه، لا اما كده الزمالك لازم يحط في قائمه الانتظار، لازم يفسخ العقد بالتراضي، يديله قيمه عقد ويمشي. هو كده كده هيمشي، هياخد مكان في القائمه في قائمه الاجانب. فهو عامل مشكله لنادي الزمالك في كل حاجه. واخد مكان اجنبي له مستحقات كتيره جدا، بياخد راتب كبير جدا. الزمالك يعني 800 الف دولار دول بيوصلوا فوق ال 40 مليون جنيه في الموسم، وهو قاعد مفخد على الدكه ما بيعملش اي حاجه. فان شاء الله نتمنى ان احنا نخلص منه في اسرع وقت ممكن. نروح للحاجه اللي بعد كده، طبعا الحاجه المهمه جدا ايه مصير بوبينزا. خلاص زي ما قلت لك الزمالك له الحق في الوقت الحالي والاكيد، وده طبعا من داخل اتحاد الكره المصري اللي بياكد ان مع توقيع اللاعب والبطاقه الدوليه اللاعب ما قدموش غير حل واحد، ان هو يجي نادي الزمالك ويتمم اجراءات التعاقد مع بتاعه نادي الزمالك، ويوقع على الاربع عقود عشان يتم تأييده بنادي الزمالك بشكل رسمي وكل العقود تكون موجوده. انما لو اللاعب فكر هو وكيل ان هو يروح يلعب في اي نادي تاني، فاللاعب في الزمالك هيشتكي هو والنادي للفيفا، والزمالك هياخد مبلغ كبير جدا مش اقل من 2 3 مليون دولار. ده لان اللاعب قيمته السوقيه تصل الى 5 مليون دولار، بالاضافه ان اللاعب بياخد راتب كبير جدا. الزمالك عرض عليه تقريبا مع البونص والاضافات يوصل ل 900 الف دولار. وكمان الوكيل بتاعه بعد ما الزمالك توصل مع الوكيل الاصلي في الساعات الاخيره، فازمه بوبينزا اتحلت بشكل كبير جدا. وزي ما قلت لك الزمالك هيتكلف مبلغ يتخطى ال 150 الف دولار 200 الف دولار، منها طبعا عموله الوكيل اللي ظهر فجاه في فرنسا اللي اللاعب ما كانش مبلغ الاداره نادي الزمالك بيه. ولكن كل الامور تحت السيطره. اداره نادي الزمالك واخده موضوع بوبينزا ده تحدي كبير جدا، بسبب ان بعض الاوباش كانوا بيحاولوا يبوظوا الصفقه، بسبب ان بعض المسؤولين السابقين اللي بعتوا رسائل بعقود سامسون وقالوا ان الزمالك سيء السمعه، وبعض الاعلام الاهلاوي وبعض جمهور الاهلي اللي بيتسول على السوشيال ميديا بيقولوا للاعب ان الزمالك ده نادي سيء السمعه، ما بيديش اللعيبه مستحقاتها، ما تجيش نادي الزمالك. فان شاء الله الصفقه هتكون موجوده باذن الله. ممكن النهارده، ممكن بكره بالكثير، خلال ال 48 ساعه الجايين دول. ممكن النهارده يكون مفاجاه يوصل بعد منتصف الليل، لان الزمالك خلاص بعد ما حل المشكله مع الوكيل الاصلي. فانا بقول لك وبنسبه كبيره جدا ممكن يوصل النهارده باذن الله، يعمل لنا مفاجاه، او بكره بالكثير، لان ما عادش وقت. خلاص النهارده 10، باقي يومين على موعد قفل باب القيد الافريقي. نتمنى ان شاء الله ان بوبنزا يكون موجود في السوبر الافريقي باذن الله. نروح لحاجة مهمة جدا وهي بديل بوبنزا. إدارة نادي الزمالك حطت لاعب خيار في حالة فشل صفقة بوبنزا، ولكن إن شاء الله أنا بؤكد لك إن صفقة بوبنزا مش هتفشل. فالزمالك اتفاوض في الساعات الأخيرة أو اتعرض عليه مهاجم نيجيري اسمه إسحاق ساكس. اللاعب ده عنده 28 سنة. اللاعب ده كان بيلعب في نادي أودينيزي الإيطالي، وشارك قبل كده مع
واتفورد في الدوري الانجليزي، ولعب كمان في الدوري الاسباني. وكمان زي ما قلت لك اللاعب الزمالك عمل معاه زوم ميتنج خلال الساعات اللي فاتت عشان يكون بديل لبوبنزا في حاله فشل الصفقه، والزمالك عرض عليه او قدم له عرض يصل الى 850 الف دولار طبعا بالاضافه الى البونص. ولكن انا شايف ان المهاجم ده كمان بيلعب جناح يمين وبيلعب جناح شمال وبيلعب مهاجم، ولكن ارقامه ضعيفه جدا بالنسبه طبعا ان هو مهاجم وجاي من ايطاليا وكان بيلعب في واتفورد وكان بيلعب في الدوري الاسباني. ولكن انا شايف ان هو لا يقل عن سامسون، فنتمنى ان احنا ما نلبسش في صفقات زي دي. بوبنزا لاعب كبير جدا، وانا بقول لك ان شاء الله صفقه بوبنزا هتخلص ومش هنحتاج ان احنا نخلص بديل بوبنزا، عشان انا شايف اللاعب اللي هو اسحاق ساكس ده مش احسن حاجه زي ما انتم متخيلين، ولكن برضو الرقم اللي احنا هندفعه هيكون نفس راتب بوبنزا. فان شاء الله خلال الساعات اللي جايه صفقه بوبنزا هتتحسم لنادي الزمالك بشكل كبير جدا. نروح للحاجه اللي بعد كده، طبعا الجناح الاقرب في الوقت الحالي لنادي الزمالك. الزمالك بيتفاوض مع اكتر من لاعب في مركز الجناح، وجوميز متمسك بضم جناح شمال اجنبي قفل باب القيد الافريقي. الزمالك اقترب بشكل كبير جدا من التعاقد مع البولندي طبعا كونراد مشلاك لاعب نادي احد السعودي، ولكن المشكله الوحيده دلوقتي ان الزمالك كمان اللاعب كان بياخد راتب كبير جدا. الزمالك قدر يوصل للاعب او يوصل لاتفاق مع اللاعب ان هو ياخد 800 الف دولار. اللاعب وافق، ولكن المشكله الوحيده ان الزمالك عاوز ياخد اللاعب اعاره بنيه البيع. نادي احد السعودي عاوز يبيع اللاعب او عاوز يدي الزمالك اللاعب اعاره لمده موسم واحد فقط. الزمالك خايف ان هو يجيب اللاعب ويتعاقد معاه ويعني يجمد اللاعب وينجم اللاعب ويخليه حاجه حلوه، وبعد كده تلاقي مثلا اللاعب ده معروض عليه مثلا مليون ونص دولار 2 مليون دولار من بيراميدز من الاهلي السنه اللي جايه، فيبقى الزمالك كده جاهز لاعب زي طبعا البولندي ده. الجناح البولندي هو لاعب كويس جدا، انا شفت له فيديوهات، لا حاجه محترمه. وطبعا اللاعب ده من طلبات جوميز، وجوميز متمسك بده، شايفه ده الخيار الاول في مركز الجناح. فان شاء الله خلال الساعات برضو اللي جايه صفقه الجناح البولندي هتخلص باذن الله من الزمالك، لو نادي احد وافق على ان هو يحط بند احقيه الشراء لنادي الزمالك بمبلغ معين. والله اذا اللاعب تالق مع نادي الزمالك، الزمالك يفعل عقد احقيه الشراء، والله اللاعب ما قدمش المستوى المطلوب منه نرجعه زي ما جبناه، مش هنخسر حاجه. نروح للحاجه طبعا زي ما قلت لك البديل الثاني في مركز الجناح هو ادم والناس. زي ما قلت لك جوميز شايف في ادم والناس ان هو لاعب كبير جدا، ولكن زي ما قلت لك العائق في قصه ادم والناس رغم ان هو لاعب فري، كل المشكله ان ادم والناس بياخد راتب كبير جدا، وده العائق الوحيد. الزمالك مقدم له عرض يصل الى 700 800 الف دولار، اللي انا قلت لك قبل كده الزمالك مش هيدفع ارقام كبيره جدا تتخطى 800 الف دولار بالكتير، ده اعلى رقم الزمالك هيدفعه. فالجناح الجزائري الدولي اللي هو ادم والناس لو قدر ان هو يتنازل عن متطلباته ممكن تلاقيه موجود في نادي الزمالك. وما تسمعش لبعض الناس بتقول لك ان هو رفض نادي الزمالك او رفض ان هو يلعب في الدوري المصري. اللاعب ووكيله هو اللي عرضه على نادي الزمالك، فازاي الوكيل بيعرضه على نادي الزمالك ماشي واللاعب يرفض مثلا؟ ده بالعقل وبالمنطق مستحيل. نروح للحاجه اللي بعد كده طبعا او الجناح الثالث هو ايجولا. الزمالك يعني ايجولا ده حطه خيار اخير، ولكن تمسك سيراميكا كليوباترا بالحصول على 2 مليون دولار قيمه صفقه ايجولا او قيمه صفقه انتقال ايجولا لاي نادي منهم بيراميدز اللي داخل في منافسه شرسه مع الزمالك. طبعا الزمالك مش هيدفع 2 مليون دولار في ايجولا كمان، وهيدفع راتب اللاعب لان اللاعب بياخد حوالي 400 450، فانت هتجيبه هتديله 600، وكمان هتدفع 2 مليون دولار لسيراميكا كليوباترا. فالافضل ان انا اجيب ادم والناس اتعاقد مع جناح اتقل من ايجولا. ده بالنسبه لقصه الجناح، فان شاء الله قصه الجناح برضه لان جوميز متمسك بان قصه الجناح تخلص خلال 48 ساعه اللي جايين عشان يكون متواجد في ماتش السوبر الافريقي، لان طبعا كلنا لازم نعرف اهميه ماتش السوبر الافريقي، لا يقل اهميه عن مباراه عن مباراه نهائي القرن اللي كانت في 2020. ولازم ان شاء الله يكون الفرقه كلها مكتمله، ولازم الاداره تستعجل شويه انها تخلص المتطلبات والحاجات النواقص اللي محتاجها المدير الفني، ومنها الجناح الشمال المتمسك تمسك شديد جدا بان هو يضم جناح شمال اجنبي مع بوبنزا مع عمر فرج مع زيزو مع عبد الله السعيد، عشان طبعا الفرقه تكون مكتمله بشكل كبير جدا خلال الايام اللي جايه. ده طبعا زي ما قلت لك بالنسبه لمركز الجناح. الصفقات المتوقعه خلال الساعات القادمه ممكن بعد النهارده وبكره تسمع اخبار كويسه جدا. الزمالك النهارده عنده جلسه مع مسؤولي نادي زد لحسم صفقه انتقال محمد اسماعيل وعبد الرحمن بنوبي. الناس كلها قالت ان الصفقه فشلت، وانا قلت لك ان الصفقه ما فشلتش، الصفقه مكمله عادي، ولكن زي ما قلت لك الزمالك عاوز ياخد عبد الرحمن البنوبي مع صفقه محمد اسماعيل. صفقه عبد الرحمن البنوبي زد طالب 600 الف دولار وطالب في محمد اسماعيل 600 الف دولار. الزمالك اختلف، الزمالك له عند زد 700 الف دولار زي ما يقال يعني. زد قال للزمالك هات 400 الف دولار في عبد بنوني او يبقى المبلغ كله مليون و100 الف دولار. الزمالك طبعا هيدفع الرقم ده بالمصري مش هيدفعه بالدولار، ولكن هم
بيحددوا ان احنا هنبيع والله ده بمليون دولار، ولكن المقابل هندفع بالمصري. تمام. فالزمالك بيحاول ان هو يقلل القيمه الماليه بتاعه الصفقتين، فممكن الصفقه النهارده ان شاء الله تخلص. واللي كان معطل الصفقه المدير الفني برضه بتاع زد، طلب مدافع يكون بديل لمحمد اسماعيل، فاداره زد قالت له هنوفر لك طلب، وقالت لاداره الزمالك هنرد عليك بكره النهارده، يعني اللي هو النهارده ممكن الجلسه تكون الساعه 4 5. فنتمنى ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك وان هو يقدر يخلص صفقاته. الصفقه اللي بعد كده برضه متوقع ان هي تخلص خلال ال 48 ساعه اللي جايين، او لو ما خلصتش هتخلص بعد 12/9. هو محمود جهاد لاعب فرق ولاعب رقم 6. كمان الزمالك زي ما قلت لك لو ما عرفش يخلص في محمد اسماعيل النهارده، فيتجه لبيراميدز ان هو يخلص اسامه جلال ويضغط عليه، او يخلص احمد سامي. لان زي ما قلت لك الزمالك طلب من بيراميدز اسامه جلال، قال له خد احمد سامي، لان احمد سامي عاوز يلعب في نادي الزمالك. فان شاء الله الزمالك برضو زي ما قلت لك هيحاول ان هو يخلص مدافع كويس جدا قبل قفل باب القيد الافريقي عشان يكون متواجد في السوبر الافريقي. فطبعا ده بالنسبه لكل اخبار نادي الزمالك. بالنسبه لقصه محمد حمدي وايمن الشريعي وان نادي الزمالك انضحك عليه، جمهور الزمالك نفسي مره تفرحوا بصفقاتكم، افرحوا وما تخليش حد ينكد عليك، افرحوا. انت مش دافع حاجه، اللاعب كل بالاضافات بالشاكي براكب كله مش هيتخطى ال 5 مليون جنيه، فرقم صغير جدا ده بالنسبه للاعب زي محمد حمدي. انا بقول لك محمد حمدي هيكسر الدنيا مع نادي الزمالك، ولكن هي كل المشكله في اولويه الشراء او احقيه الشراء. كان نتمنى ان احنا نحط احقيه الشراء عشان نضمن اللاعب بتاعنا بعد كده، ولكن ما فيش اي مشكله بما ان الاولويه لنادي الزمالك. لو وصل عرض لنادي انبي بمقابل مادي مثلا يصل الى 30 40 مليون جنيه، الزمالك هيدفعهم ويضم اللاعب بشكل كويس جدا. ما فيش اي مشكله. محمد حمدي مش هيجي له عروض من اوروبا زي ما انتم متخيلين يعني، لان هو طبعا ولو جاله عروض من اوروبا وبتوع اوروبا مش هيدفعوا الارقام الكبيره اللي انت متخيلها مثلا، فالارقام كلها متقاربه. فان شاء الله اللاعب انت بتجمد الباك الشمال وتحط كمان بديل زي محمد حمدي، وانتوا نسيتوا فتوح لما يرجع. احنا ممكن نعدي السنه ديت لحد ما فتوح يرجع. والله فتوح رجع مع محمود بن طيب واشتريناه واللاعب تألق معانا وفعلنا بند حقية الشراء، بقى عندنا بن طيب وبقى عندنا فتوح. محمد حمدي فتوح رجع، هيرجع نادي انبي بكل زي ما جه وخلاص. الموضوع سهل جدا، فانت ما تخليش حد ينكد عليك، ما تخليش حد يفطس صفقات نادي الزمالك. وبكده نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده. اشوفكم على خير في فيديوهات جايه. ما تنساش الاشتراك في القناه وما تنساش تفعيل الجرس عشان طبعا يصلك موعد البث وطبعا يصلك كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.